هنا النهارده مع بعض the career opportunities in accounting. ايه هي الفرص المتاحة في الكارير بتاعنا بتاع المحاسبين. in many cities in recent years، في معظم البلاد في الفترة الأخيرة the demand for accountant exceeded the supply. عدد الطلب على المحاسبين بقى أكتر من المعروض، يعني ما فيش محاسبين كتار يعني. as one accounting organization observed، في شركة محاسبية أو مكتب محاسبة بيقول accounting is one degree with 360 degrees of opportunities. المحاسبة دي فرصة بتفتح فرص أكتر من 360 فرصة. فأنت عندك ممكن تشتغل كبابليك أكاونتنت، يعني اللي هو أو محاسب قانوني أو مراجع حسابات. individual in public accounting offer experts، بتدي لك خبرة كبيرة جدا أو خدمات ذات خبرات عالية to the general public، للعامة، للناس كلها، للشركات كلها. in much of same way the doctor serve، زي الدكتور بالظبط. الدكتور بيقدم خدمة للعامة، نفس الكلام المحاسب أو مراجع الحسابات بيقدم خدمات للعامة. parties and lawyer، زي الدكتور وزي المحامي. service client، زي المحامي بالظبط وزي الدكتور. major portion of the public accounting involve auditing، معظم أكبر شغل المحاسبين أو البابليك accountant اللي هو إيه؟ الاوديتنج، المراجعة. أنا بروح أراجع على الشركات وأقول للناس رأيي عن الشركة دي أو رأيي عن التقارير اللي طالعة من الشركة دي عاملة إيه. تاني شغلانة هي التاكسيشن، أنا بقدم خدمات ضريبية. in another major area of public accounting، أكبر اريا كمان من أكبر الاريا في الشغل بتاع المكاتب. the work that tax specialist perform including tax advice، بدي خبرات ضريبية وبخطط للضرايب وبريبيرنج tax return، بعمل لهم تقارير الضرايب والإقرارات الضريبية بقدمها. and presentation client before governmental agencies، بنوب عن الكلاينت، عن الشركات في قدام الحكومة، وبقول لهم أنا بقدم الإقرارات ديت عنهم such as internal revenue service، اللي هي مصلحة الضرائب الأمريكية. A third area in public accounting، ثالث حاجة في البابليك اكاونتنج اللي هي management consultation. أنا بقدم consulting، بقدم استشارات، بعمل دراسة جدوى، بعمل ميرج، بعمل دمج، بعمل إعادة تقييم لسهم معين أو لشركة معينة. It range from installing basic accounting software، ممكن ينزل سوفت وير للشركة، or highly complex enterprise resource planning system أو ERP system، أو أنا بنزل للشركة ERP system من A to Z، بوضحها لها تعملها إزاي. to performing support service for major marketing projects، ممكن أقدم خدمات حاجة خاصة بالتسويق. and merge and acquisition activities، دمج أو اقتناء، أو إن أنا أدمج شركة مع شركة، أو إن أنا استحوذ على شركة تانية، فبتبقى محتاجة مين؟ consultation من public accountant، من شركة مراجعة. ممكن تشتغل غير البابليك اكاونتنت، تشتغل ايه؟ برايفت اكاونتنج، تشتغل راجل محاسب، بس محاسب خاص، يعني في الشركه، بتخش شركه تشتغل فيها زي شركه ستاربكس، زي جوجل، زي بيبسي، تروح تشتغل هناك محاسب عادي خالص. instead of working public accountant you might choose to be employee، تبقى موظف عادي خالص for profit company، في شركه بتكسب زي ما قلنا ستاربكس او جوجل او بيبسيكو. ممكن تشتغل فورنسيك اكاونتنت. فورنسيك ده اكاونتنج يوز اكاونتنج اوديتنج، بيستخدم المحاسبه والاوديتنج اند انفستيجيت سكيل، بيبقى عنده مهاره اللي هو المحقق، الراجل اللي بيقعد يحقق في الجرائم او في السرقات او الحاجات دي. تو كوندكت انفستيجيشن، عشان احقق انتو ثيفت، عن طريق في ثيفت او فرود، حد نصب على شركه، في حد بينصب، في حد بيسرق، الكلام ده. فدي بيبقى شغلانه اسمها فورنسيك اكاونتنج. في governmental او محاسب الحكومه بقى خلاص. another portion of pursuit of the many accounting opportunities of government agency، بتشتغل في منظمه حكوميه او في الحكومه، في وزاره من الوزارات او اي حاجه من الحاجات ديت. فانت ممكن الامبلوي ممكن توصل لراتبك من 0 ل3 سنين خبره، ممكن يوصل من $51,000. طبعا الكلام ده في اليونايتد ستيتس، في امريكا يعني. لو انت خدت شهاده مهنيه ممكن توصل لحاجه زي كده، زي ما احنا قلنا. بابليك اكاونتنج لارج فيرم، ممكن توصل لو انت في لارج فيرم، طبعا لو شركه كبيره يعني. لو انت لسه خبرتك قليله ممكن تاخد في السنه $51,000. في لو انت في 4 سنين ل 6 سنين ممكن تاخد 71 ل $92,000، وهكذا بقى. دي كل الاسعار بتاعتك. لو انت شغال في شركات الشيف فاينانشال اوفيس CFO اللي هو المدير المالي، ممكن ياخد 189 ل $400,000 في السنه. طبعا الكلام ده مش في الشهر، دي لارج كومباني. لكن لو سمول كومباني بتاخد من 96 ل 190، يعني من 100 ل $200,000 تقريبا في السنه. لو انت شغال تاكس مانجر ممكن تاخد $100,000، ممكن تاخد هنا 80,000 في الشركات الصغيره.
بتتراوح طبعا الكلام ده، بس الكلام ده فين؟ في اليونايتد ستيت اوف امريكا، مش هنا. الموضوع بيبقى مختلف من بلد لبلد، والشهاده اللي معاك ايه والمذاكره اللي انت ذاكرتها ايه، كل ده بيفرق في المرتبات. بس دي مرتبات الناس اللي موجوده بره.